في عرض غير عادي لإظهار القوة من جانب قوات الكوماندوز الأمريكية، وفي مهمتين سريتين وخطيرتين جدا في الصومال وليبيا، تسللت القوات البحرية الأمريكية قبل فجر 4 من أكتوبر تشرين الثاني إلى سواحل الصومال الجنوبية من على متن سفينة تجارية، وهاجمت مقرا لإرهابيين، إلا أنها اضطرت للانسحاب بعد لحظات بسبب الرصاص الهائل الذي أطلقه المسلحون. وبعد يوم، وتحديدا في 6:30 صباحا على بعد أكثر من 4000 كيلومترا في شوارع طرابلس الليبية، كان أبو أنس الليبي وهو عضو بارز في القاعدة عائدا إلى منزله بعد صلاة الفجر. وفي تلك الأثناء أمسكت به قوات دلتا الأمريكية، حيث خرج له 10 رجال مقنعون، وأمسكت به القوات قبل أن يصل إلى مسدسه، ثم اختفوا في غضون ثوان دون إطلاق رصاصة واحدة. ممكن يكون معهم زوجة أبو أنس قالت إن من رأتهم يمسكون بزوجها كانوا ليبيين. الليبي مطلوب من قبل الولايات المتحدة على خلفية تفجيرات السفارة الأمريكية في عام 1998 بأفريقيا، ووفق ما توفر من معلومات حتى الساعة، فإن العملية كانت إنجازا إضافيا لقوات دلتا.